بسم الله والصلاة والسلام على خير خلق الله. سبحانك ربي لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين. ده روتين يومي جديد، روتين كله تعب وشقة مكتوب على الإنسان من أول ما يتخلق لحد ما يموت وهو يتعب ويشقى. الأول بقول تعزينا خالص تعازي للشعب السوري والشعب التركي العزيز. قلوبنا تتقطع اللي احنا المشاهد الحية اللي شفناها من التلفزيون. ربنا يا ربي يزيح الغمة عنهم ويخففها وينصرهم يا رب. يا رحمن يا رحيم يا رب. يا ربي حنن قلوب العالمين عليهم يا رب. يا رب ارحمهم يا رب جميعا يا رب. ارحم الشعب التركي العزيز والشعب السوري يا رب. اللهم لا تضعنا في هذا الموقف. اللهم لا تضعنا في هذا الموقف أبدا يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. ابعد عنا الغمة من دي يا رب واكشف عنا الغمة عن العالم كله. الغمة اللي احنا شايفينها دي سبحان الله. أنا يعني مش عارفة أقول إيه والله. أنا قعدت اليوم كله وأنا مفتشة وأقول يا سبحانك رحماك يا رب. يا رب رحمتك يا رب. ارحمنا يا رب ارحمنا يا رب ارحمنا يا رب ارحمنا والطف بالعالمين. الطف اللهم إن كان هذا غضب منك فارفعه عننا وعن العالمين جميعا يا رب يا رب يا رحمن يا رحيم يا رب. لكن الدنيا ما بترحمش ابدا والله العظيم يا جماعة. يعني سبحان الله رغم من الدموع اللي احنا ذرفناها على الشعب التركي والشعب السوري، لكن الحياة ما بترحمش البني آدم. وخلق الإنسان في كبد من أول ما يتخلق لحد وفاته. والنبي كان وصانا إن كان إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. يعني برضو مش هنبطل شغل ونبطل كد وتعب في الحياة وشقة لحد ما نلاقي يومنا ويكون ختامنا بإذن الله. يجعله يا ربي يجعلنا مع الصالحين والأبرار يا رب يا رحمن يا رحيم يا رب. يا رب ارحمهم وصبرهم وصبر الشعب التركي وصبر الشعب السوري على المصيبة اللي هم فيهم. اللهم أجرهم أجرا عظيما. اللهم أجرهم أجرا عظيما يا رب. اللهم ارفع عنهم هذه الغمة يا رب يا رب. أنا مش عارفة أقول إيه. سبحان الله يا رحمن يا رحيم يا رب. يعني بتصور إن إحنا لو الروتين النهاردة يا جماعة بتاعنا. أنا في عز البرد وفي عز الشتاء واجب عليا إن أنا أغسل السجاد، لأن أنا ست بتبدأ الدراسة بعد بكرة. كلها يومين وهتبدأ الدراسة، فأنا بحب أسيب البيت بس نضيف كده عشان يوم الأولاد ويوم كله بيبقى مشغول في الدراسة والمذاكرة ومتابعة الأولاد. فصعب عليا إن أنا أيام الدراسة إن أنا يدوبك الأكل والشرب والنوم وبس والمذاكرة وكده. فقلت لابد إن أنا في عز البرد دي هغسل السجاد. عارفين رغم كده يعني أنا كنت هايبة الموقف يعني، وبقول كده هنتلج واليوم تلج تلج تلج. يعني روتين في عز البرد والتلج، لكن والله مجرد ما بفتح المية الدنيا بيديني طاقة نشاط كده وحيوية، والدنيا بتمشي معايا وبتبقى المية دافية خالص طالعة من الحنفية. سبحان الله يعني بتدفينا واحنا شغالين. فده اللي بيخليني قدرت أواصل يعني. معايا دودي حبيبي وشايفين ظهره متعري ازاي. اقول له حبيبي غطي نفسك، بلاش قوم البس الشبشب. مش للراضي يلبس الشبشب ابدا. معايا في كل تعب وكل شقة. كل ما اكح كحة الاقيه في وشي. ربنا يهديك يا محمد ربنا يهديك. ابدا مفيش لازم اساعدك يا ماما اساعدك يا ماما. اخواته نايمين وهو اللي وحيد اللي صحي من الفجرية. انا صحي الساعة 6 عشان اتلقى الشمس كده مع السجاد وينشف. باساعدِك يا ماما. والله نشّطني وكده عمل روح للمكان وخلّانا أنا وهو يعني حسّيت بحافز كده حد بيحفّزني وأنا باشتغل يعني. سبحان الله يعني أصغر واحد في الأولاد لكنه مدّيني روح وبيشجّعني. ربنا يخلّيه لي يا رب ويخلّي لكم أولادكم كلّكم ويبارك لكم فيهم يا رب يا رحمن يا رحيم يا رب.
كان واجب بُصّي ده استعدادات الدراسة واستعدادات الترم التاني يا جماعة، فأنا لقيت نفسي إن أنا إيه، متنشّطة شوية النهارده بعد شوية مرض والله كان كنت تعبانة الفترة اللي فاتت جدًا، جدًا يعني، سبحان الله يعني الضغط ارتفع عليَّ خالص وكده، لكن الحمد لله ضبّطته يعني بشوية حاجات طبيعية كده، باخد فصّين توم الصبح وكوباية كوباية كركديه أو كوبايتين كركديه على مَيّة باردة بس أهم حاجة ما تحلّوش بالسُكّر يعني باشربه كده حادق والله، وضبّط معايا الضغط تضبيطة حلوة أوي. على الله بس بعد ما أبطّل الموضوع ده ما يرجعش الضغط يعلى عندي تاني بإذن الله، كان تاعبني شوية. الضغط ده جايني من هموم الدنيا اللي إحنا شايفينها، وضغط الحياة وارتفاع الأسعار وعولان الهَم من كل النواحي والله العظيم يا جماعة، يعني الواحد بيفكّر في الدنيا وبيفكّر في المستقبل، تقولوا لي يا ستي سيبيها على الله ما أنا يعني هاعمل ده كلّه بأمر الله، فكّرت أو ما فكّرتش برضه كلّه بأمر الله، لكن زي ما بيقولوا العقل العبد في التفكير والرب في التدبير، يعني لازم اللي معاه أولاد يا جماعة ما ينفعش كده بارميها على الله طبعًا، لازم أرميها على الله، بس أنا يعني إيه، يعني باخاف من المستقبل، باخاف جدًا. باحبش إن أنا أتواضع في موضع ضيق وحاجة وذِل، ما باحبش أذِل حد كده، فدايمًا بافكّر الأيام الجاية ربنا هيدبّرها إزاي، يعني برضه بتفكير من عند الله يعني بتدبير الله يعني، بافكّر إزاي هادبّر أمور الأيام الجاية مع الغِلو وكده والأولاد في الدراسة وكده. فارتفع عندي الضغط والله من التفكير في الحياة وهمومها واللي أنا شايفاه حواليّا وضغط الدنيا وارتفاع الأسعار، إحنا أنا مش عارفة أنا اللي لوحدي في غيبوبة، أنا حاسة نفسي كده في دوامة ما باطلعش منها أبدًا، مش عارفة الناس كلها كده والّا أنا لوحدي، رغم إن أنا ربي الحمد لله يعني ربنا يعني الحمد لله ربنا ساترها يعني، بس ما بيفارقنيش الخوف من المستقبل والخوف من مجهول وإحنا في ظروفنا دي، ربنا يا رب يعدّيها على الشعب المصري، ظروف صعبة، صعبة، صعبة بصراحة يعني، أمّا إحنا ربنا مقتدرين صعب علينا، ربنا يرحم الناس اللي على قد حالها وظروفها الغلبانة يعني، مش عارفة الناس مقضياها إزاي والله، وبيصعب عليَّ أنا مش بافكّر في نفسي بس، لكن أنا كمان بافكّر في اللي حواليّا والله. بافضل أفكّر النهار كلّه إن يا ترى الغلبان بيدبّرها إزاي، يا ترى بيجيب الطماطم إزاي، بيجيب اللحمة إزاي، فالواحد والله صعبان عليَّ الظروف اللي إحنا فيها يا جماعة، مش ظروفي أنا، ظروف الدنيا كلّها حواليّا كده، لا وعشمانة إن شاء الله في خير في ربنا إن شاء الله أنا عشمانة خير إن شاء الله هيزيل الغمّة، وإن شاء الله هنبقى الظروف هتتحسن إن شاء الله بإذن الله. الرحمن الرحيم يا رب يا رحمن يا رحيم أبدًا ما هيتركنا ربنا إن شاء الله، وهيزيل الغمة اللي علينا دي اللي شُفناها دي، يعني الواحد من ساعة ما اتولد عمره ما شاف ضيقة حال فيه الشعب المصري ولا ضيق في الحال كل للغني والفقير، والله للغني والفقير يا جماعة، زي كده تُفرج بإذن الله إن شاء الله ربنا هيدبّرها وهيحسّن الظروف. أنتم شايفين أنا السجاد سِبت لكم أنا الدنيا وقعدت أتكلّم في الحال اللي إحنا فيه بقى، واتكلّمت في ظروف إخواننا السوريين والتركيين، لكن بُصّوا السجادة يا جماعة أنا متعوّدة لو عندِك فرشة مكنسة ناشفة كده شوية، في اللي هي الفُرَش اللي هي الناشفة دي بشعر ناشف، حاولي إنِّك أنتِ تغسلي بيها السجاد بتبقى جميلة جدًا، جدًا. باعمل خلطة من الصابون السايل والبريل وبادّيها رشّة Ariel كده بعد ما بادعك ال السجادة بادّيها رشّة Ariel كده على وش السجادة بتعمل ريمة حلوة بتحوش البقع والأوساخ بشكل رهيب يعني. دي طريقتي أنا لازم كل سنة في شهر واحد دي روتيني من زمان، روتين غسل السجاد في عز البرد وفي عز الشتا، متعودة عليه من بدري يعني بقى لي سنين يعني لازم شهر واحد ده بيبقى قبليه و12 و11 بتبقى الناس ملهية في المدارس وكده، فباجي بقى في شهر واحد كل سنة لازم أستقبل الترم التاني بإن أنا باغسل السجاد وأنضّف البيت زي ما أنتم شايفين كده.
ده روتين يعني لابد منه يعني بتقولي لي ما كسرتهمش ليه في محل السجاد يا جماعة أنا يعني اللي يقدر يوفّر حاجة في الظروف اللي إحنا الصعبة اللي إحنا فيها دي يوفّر. أنا عندي الحمد لله ربنا كرمني بالبيت اللي أنتم شايفينه ده، بنيناه طوبة، طوبة، دبّرناه حتّة، حتّة والله ربنا يعلم بالظروف إحنا إزاي دبّرنا وعملنا بنينا البيت ده. لو إحنا في الوقت ده استحالة أنا كنت هاقدر أبني حيطة، يعني سبحان الله إحنا بنيناه أنا كنت دايمًا بالِح على زوجي في الأول إن إحنا نبنيه والأولاد صغيّرين، اللي عايزة تعمل حاجة أي حد منكم معاه أطفال صغيّرين عايزة تعملها تعمل أي مشروع والّا تعمل أي حاجة تبني بيت، تشتري شقة، كلّه والأولاد صغيّرين، لإنِّك أنتِ حتى لو دوّقتِ عليهم شوية هيبقوا صابرين، لكن بعد ما بيكبروا الأولاد استحالة إنِّك أنتِ تقدري تعملي أي حاجة، فأنا كنت دايمًا لحوحة حاولنا وجبنا قروض جبنا قروض كبيرة واتزنقنا وكنا يعني كان الواحد والله ممكن في أسبوع ما نجيبش نُص كيلو لحمة، كلّه عشان خاطر أعمل حاجة للأولاد، وفُرجت الحمد لله وربنا وسّعها وعملنا، والله العظيم يعني اوعوا تفتكروا إن الناس بتقدر تعمل الحاجات دي من فراغ يا جماعة. أبدًا كانت الظروف صعبة جدًا، جدًا، جدًا علينا، لكن أنا كنت يعني كان الواحد عايز يعمل أي حاجة لأولادي، يعني الظروف صعبة وكنت خايفة من المستقبل، أنا دايمًا باحط المستقبل في وشي يعني بابُص لبُكرة مش بابُص تحت رجليّا بس، ولازم كلنا نبقوا باصين لبُكرة عشان تعملوا حاجات لأولادكم، خلّصت أنا السجاد كلّه بالطريقة اللي شايفينها، وهارشرش شوية مَيّة على السلم وهانضّفه لإني برضه مطرّب خالص زي ما أنتم شايفين كده، آآ بُصّوا آدي نضّفنا السلالم، الحنفية أنا عاملة حنفية في وش البيت تحت، يعني لسه في تظبيطات يعني على قد ما قدرنا عملنا شوية، أنا عاملاها لغسيل سجاد، بزق زينها الزرع كده يعني. فعاملاها تحت في وش البيت اللي إحنا قعدتنا في الدور التاني، ربنا يا رب كل اللي عايزة تعمل بيت ربنا يكرمها، واللي عاوزة تشتري شقة أوسع ربنا يكرمها بشقة أوسع من اللي هي معاها، بس كله العبد في التدبير العبد في التفكير والرب في التدبير، انت بس فكري وإن شاء الله ربنا هيدبرها من حيث لا تعلمين. أبدًا والله العظيم اللي بتشوفيه بمئات الألوف ربنا بيدبّره بيسهّله خطوة، خطوة على أي حد. لو عايزين تستشيروني إزاي تدبّري أمورِك لو ما عندكم أطفال صغيّرين، أنا يعني سيدة تدبير من درجة أولى، أنا ممكن أساعدكم إزاي تدبّروا أحوالكم وإزاي تشتروا وإزاي كده، أنا اقتصادية جدًا الحمد لله، يعني ربنا كارمني بسعة عقل في التدبير وكده، رغم إن أنا يعني مرتباتنا يعني أنا وجوزي يعني صغيرة جدًا، ومش معانا غير المرتبات، لكن ربنا هداني إن أنا أبني البيت ده، يعني أنا كنت بادبّر من المرتب يعني وهُم الأولاد صغيرين كنت بادبّر التلتين، لمّا كبروا ما باقدرش أدبّر حاجة يعني لو عشان كده باقول لكم لو عندِك أولاد صغيرين حاولي إنِّك أنتِ تدبّري لهم حاجة دلوقتي، اشتري لهم شقة، اشتري لهم مكان واسع، اشتري لهم حتّة أرض، بُكرة وبعده يلاقوها لإن كل مدى الظروف بتصعب على الأولاد والبيوت. وبكرة وبعده هتنفعهم يعني اللي حابة إن هي تدبّر وتوفّر أنا والله مستعدة أساعدكم حتى لو كان مبلغ عندِك مبلغ صغير، يعني إن شاء الله ربنا يكرمكم جميعًا. العربية اللي برّه دي عربيتنا، بس دي مشتريينها إحنا ب20.000 والله اشتريتها ب20.000 من حوالي بِعت الدهب بتاع الفرح بتاعي بقى، وكانت صُدفة قدّامنا من حوالي من حوالي إحنا مشتريينها من حوالي 20 سَنة بالضبط، اشترينا العربية دي من 20 سَنة بالضبط.